مفكر وعالم كبير عمل اختراع مفيد جدا للبشرية، وقرر انه يعمل مؤتمر صحفي ويعلن عن الاختراع بتاعه. وفي وسط الشرح وهو بيشرح عن الاختراع بتاعه وقف واحد من الصحفيين وقال له: بس انت عملت 99 تجربة فاشلة قبل ما توصل للنتيجة دي. ضحك وقال له: طب ليه ما تقولش ان انا عملت 99 تجربة علمية وقدمتهم لولادي علشان ما يعملوش زيهم ويضيعوا وقت. حول الفشل لنجاح. هو ده الثقة في النفس. نفس العالم بيشرح للطلبة بتوعه في الجامعة، وأثناء حل مسألة من جدول الضرب جه في المسألة الأخيرة وكتبها غلط. ضحكوا الطلبة، قال لهم: في إيه بتضحكوا على إيه؟ قالوا له: يا أستاذ دي 90 مش 91. قال لهم: طب واللي قبلوه؟ قالوا: لا كله صح. قال لهم: طيب ليه ما أشدتوش بالنجاح اللي أنا عملته الأول وشاورتوا لي بس على الغلط؟ ودي طبيعة البشر، إنهم دايما بيشاوروا على الغلط، ما بيهنوش حد على نجاحه. وكمان خليكوا عارفين ان الوحيد في الدنيا اللي ما بيغلطش هو الوحيد اللي ما بيشتغلش، علشان كده ما بيعملش حاجة فمش هيغلط. فطول ما انت بتشتغل اعرف ان نسبة الخطأ واردة، وخلي ثقتك في نفسك كبيرة، واغلط وتعلم من غلطك، واعرف ان اللي انت عملته غلط، وقول لغيرك ان ده غلط ما تعملوش تاني. لو عجبتك اسمعها تاني وفكر فيه. سلام.